بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله سيداتي سادتي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أهلا بكم أيها الأحباب الكرام عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد الشريف أحييكم برفقة الزملاء الفنيين والمخرجين، وأرجو أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. أيها الأحباب الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نفتتح البرنامج ونختتم به بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحلقة رقم 198 بحمده تعالى، ولا نزال في العبقريات مع الكاتب الإسلامي المفكر الشاعر عباس محمود العقاد رحمة الله عليه. الآن هذه هي الحلقة الثانية في سيرة الخليفة الثالث أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد أمير المؤمنين. كما وعدتكم أيها الأحباب، سنتحدث اليوم عن ثقافته نقلا من كتاب العقاد، أي عبقريات العقاد. يقول عباس في ثقافة سيدنا عثمان بن عفان كمفتتح، يقول: نعنى في تراجم عظماء الصدر الأول من الإسلام بالكلام عن ثقافتهم ومصادر هذه الثقافة من معلومات زمنهم، ونرى أنها من العناصر التي لا غنى عنها في التعريف بمنازلهم وكفاياتهم، لأن هذه الكفايات قسمة بين قوة النفس والخلق وبين قوة الفهم والتفكير، ولا تخفى علاقة ثقافتهم بما يفهمون ويفكرون. وبديهي أن ثقافة الأقدمين غير ما نريده بكلمة الثقافة في العصر الحديث، ولكنه فرق يحسب للأقدمين ويشهد باجتهاداتهم ودرايتهم بالاستفادة من القليل المبعثر، حيث لا يستفاد اليوم من الكثير المجموع الميسر لطالبيه. ولو أننا جعلنا ودائع الورق مقياسا للثقافة لكانت أوراق تلميذ مبتدئ في عصرنا أضخم من أوراق نوابغ المثقفين في صدر الإسلام، ولكنهم كانوا بهذا المحصول القليل يعملون ما يعجز نوابغنا وأبطالنا اليوم، ويتكلمون في المعضلات فإذا بالكلمة الوجيزة فصل الخطاب. ونخال أن الاختلاف بيننا وبينهم في ثقافتنا وثقافتهم يتلخص في فرق واحد يحصر جميع الفروق، ذلك أن الكلمة قد رخصت في زمن المطبعة وإباحة الكلام أو ابتذاله لمن لا يحسنه في قول ولا استماع. العقاد يقول ذلك قبل أن تدخل علينا تكنولوجيا المعلومات وتفتح هذا المجال الإسفير الإلكتروني لكل من هب ودب. فلو عاش العقاد هذا الزمن الرديء العجيب، يا ترى ماذا كان سيقول فيما نقرأه ونشاهده ونسمعه من غث هو أقرب إلى أن يكون جعجعة ليس فيه طحين. أعود إلى العقاد. كانت الكلمة تسمع وتحفظ وتنقل من سلف إلى خلف، وتندمج في تجربة كل سامع كأنها زيادة عضوية تتوالد ولا تموت. كانت بضعة من حياة، كانت تصان كما تصان ذخائر الآباء والأجداد. ولو أنها صينت هذه الصيانة لأول مرة في عصر التنزيل لما استغرب أحد تقديسهم للكلمة التي يعلمون أنها مقدسة ويصونونها إيمانا بالفريضة الإلهية، وما في ذلك غرابة عند الأقدمين أو المحدثين، ولكنهم فعلوا ذلك
قبل عصور التنزيل، وتعودوا الحرص على ذخيرتها الإنسانية قبل أن يتعودوا الحرص عليها، وهي ذخيرة سماوية يدخرونها لحياة أبقى من حياة الدنيا، وهي حياة الخلود. إليك مثلا، يقول العقاد، إليك مثلا علمهم الذي كانوا يسمونه علم الأنساب، ما مبلغه من العلم بالقياس إلى العلم الذي يقابله في زماننا، وهو علم التاريخ؟ أين ذلك مما يستوعبه اليوم من النقد والتحليل والشرح والتفصيل والتفريع والتأصيل؟ لكن علم الأنساب هناك، وشائج أعراق وأحساب وعروق في الأبدان والأنفس لا يدفنها التراب. إذا عرف أحدهم نسبا فقد عرفه ليهتز بفخره، أو يهتاج بعداوته، أو يقرنه بفعال صاحبه ويشهدها في ذريته وخلفائه. وإذا عرف ذلك النسب فهو فلان، هذا الذي أمامه يساجله المودة أو البغضاء، ويذكر ما كان له ولآبائه من عزة ومضاء أو ذلة واستحذاء، ويضيف إلى كل نسب رواية عن ملحمة أو طرفة من حكمة أو ملحة من فكاهة، ولا يجد بينها وبين أنباء نهاره فاصلا بين قديم وجديد، أو بين مدثور مهجور وحاضر مسموع مذكور. قل مثل ذلك في أمثال العرب وشواهدها ومعارض الاستشهاد بها في مواضعها، وقل مثل ذلك في أشعار، أي أشعارها ومدائحها وأهاجيها وبلاغتها ومحاسن ألفاظها ومغازيها. كل ممدوح كائن حي من مجد ومنعة وجود ومطاولة بالغلبة والعطاء، وكل مادح كائن حي بما استجاشه من طمع وما استقبله من أمل وما خلفه وراءه من عطف وحنين، وما أثار في كلامه من تنافس وتناظر، أو من سوابق بين عشائرهم تذكر وتستعاد، وتعود معها محاسن آباء وأجداد ومساوئ أضغان وأحقاد. فإذا سطرت تلك الأمثال والقصائد، إذا سطرت كلاما في الورق فهي بضع صفحات أو صفات مختزلات، وإذا تمثلها خوالج بين الصدور فهي حيوات تضاف إلى حياة. لقد كانوا يعيشون عيشهم المحمل بتجاربه وعواقبه، كلما تكلموا أو استمعوا إلى متكلم من رواتهم وبلغائهم وثقاتهم فلا جرم كانوا يفاخرون العالم بأنهم يتكلمون. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام، وساح في الأرض فرحل إلى الشام والحبشة، وعاشر أقواما غير العرب، فعرف من أطوارهم وأحوالهم ما ليس يعرفه كل عربي في بلاده، وجدد في رحلاته تجديد الخبرة والعمل معارف البادية عن الأنواء والرياح ومطالع النجوم ومقارناتها في منازل السماء، وهي معارف القوافل والأدلاء من أبناء الصحراء العربية وأبناء كل صحراء. وأسلم فكان من أفقه المسلمين في أحكام الدين وأحفظهم للقرآن والسنة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
قرابة 150 حديثا. وقال محمد بن سيرين وهو يتكلم عن الصحابة: كان أعلمهم بالمناسك عثمان، وبعده ابن عمر، وكان رضي الله عنه أقرب الصحابة إلى مجرى الحوادث بين المسلمين والمشركين، فكان من سفراء الإسلام في غير موقف من مواقف الخلاف أو الوفاق، تارة بين المسلمين وأعدائهم، وتارة بينهم وبين الأسرى منهم في أرض الأعداء. وكان كاتبا يجيد الكتابة، فاعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تدوين الوحي، واعتمد عليه الصديق في كتابة الوثائق الهامة، ومنها الوثيقة التي عهد فيها بالأمر بعده لخليفته الفاروق عمر بن الخطاب. أيها الأحباب الكرام، ما زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة في برنامج مع اللغة العربية نقلب صفحات الخليفة الراشد الثالث أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ونتحدث عن ثقافته نقلا عن كتاب العبقريات للكاتب المغفور له عباس محمود العقاد. يقول عن الخليفة: وزودته معرفته بالأخبار والأنساب وسياحته في البلاد بزاد حسن من مادة الحديث مع ذوي الكمال من الرجال. قال عبد الرحمن بن حاطب: ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث أتم حديثا، ولا أحسن من عثمان بن عفان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث، ولم يكن حديثه لغوا ولا ثرثرة يزدي بها الفراغ بين أهل الفراغ، بل كان من تلك الأحاديث التي كان يتوق إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أوقاته فيتمناها. وتروي السيدة عائشة من ذلك أنها سمعت النبي ذات ليلة يقول: لو كان معنا من يحدثنا. قالت: يا رسول الله، أفأبعث إلى أبي بكر؟ فسكت. ثم قالت: أفأبعث إلى عمر؟ فسكت. ثم دعا وصيفا بين يديه فساره، فذهب فإذا عثمان يستأذن فأذن له، فدخل فناجاه عليه السلام طويلا. وينقل عنه أي ينقل عنه الرواة كثيرا من شواهد الأمثال والأشعار، وكأنه كان ينظم الشعر. إن صح ما قيل إنهم وجدوا في خزانته وصية مكتوبا على ظهرها ما يلي: غنى النفس يغني النفس حتى يجلها، وإن غصها حين يضر بها الفقر، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها، بكائنة إلا سيتبعها يسر، ومن لم يقاس الدهر ما لم يعرف الأسى، وفي غير الأيام ما وعد الدهر، وفي غير الأيام ما وعد الدهر. ولكن هذا الشعر وغيره مشكوك في نسبته إليه، إلا أنه كتب في خلافته رسائل من النمط الذي لا يرتضي الظن نسبته إلى كاتبه مروان. ومن هذه الرسائل كتاب إلى عماله يقول فيه: استعينوا على الناس وكل ما يتوبكم بالصبر والصلاة، وأمر الله أقيموه ولا تداهنوا فيه، وإياكم والعجلة فيما سوى ذلك، وارتضوا من الشر بأيسره، فإن قليل الشر كثير،
واعلموا أن الذي ألف بين القلوب هو الذي يفرقها ويباعد بعضها عن بعض. سيروا سيرة قوم يريدون الله لئلا تكون لهم على الله حجة. ومنها كتاب إلى العمال يقول فيه: إن الله ألف بين قلوب المسلمين على طاعته. وقال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وهو مفرقها على معصيته. ولا تعجلوا على أحد بحد قبل استجابه، فإن الله تعالى قال: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، ومن كفر داويناه بدوائه، ومن تولى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى يقطع حجته وعذره إن شاء الله. ومن كتبه إلى العمال: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة. وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة. وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. ألا وإن عدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فتعطوهم الذي لهم وتأخذوا بما عليهم، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم، ثم العدو الذي ينتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء. ومن كتبه إلى الجباء: أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق. خذوا الحق وأعطوا الحق، والأمانة الأمانة قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها، فكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم. والوفاء الوفاء، لا تظلم اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم. وكتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا، بل كان على ملأ منا، لا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. يقول العقاد: بعض هذه الكتب يبدأه ويختتمه بذكر آيات من القرآن تتوالى في بيان ما يدعوهم إليه وينهاهم عنه، وليست هي مما يكتبه مروان، لأنه لم يكن يحفظ القرآن حفظ عثمان، وليس ما تقدم من الوصايا بالذي يكتبه مروان غير مملا عليه، لأنها هي الوصايا التي هي أحرى بحياء عثمان وإلفته ووفائه ورحمته لليتيم وإيثاره الموادعة وكراهته اللجاجة في القصاص. لهذا نقول إنها من أسلوبه الذي يوائمه رضي الله عنه، وأسلوبه ثمة هو ترجمان نفسه، فإن الرجل يكتب لغيره ليقنعهم بما يحس أنه مقنعه لو كتب إليه. وهذه كتابة عثمان، لا كلفة فيها ولا محاولة ولا إطناب، إلا الدعوة القويمة في استقامة وسهولة وبساطة. لا تقدر في الناس أنهم يخالفون ما وضع لهم، واستقام بين أعينهم من الأمور. وكذلك كان عثمان يعقل ما يطيعه وما يطاع،
وكذلك استجاب لدعوة أبي بكر حين دعاه إلى الإسلام، فما له إلا أن اتجه ذهنه مستقيما إلى حقيقة الأصنام وحقيقة الإسلام، حتى قال لصاحبه: نعم هو ذاك. أما الخطابة فقد كانت على هذا النهج من الكتابة السهلة القويمة، وربما ارتج عليه فلا يبتئس لذلك ولا يزيد على أن يقول ما معناه: سيأتي القول حين الحاجة إلى القول. ومن خطبته في أوائل الفتنة: إن الناس يبلغني عنهم هنات وهنات، وإني والله لا أكون أول من فتح بابها وأدار رحاها، ألا وإني زام النفس بزمام، وملجمها بلجام، ومناولكم طرف الحبل، فمن اتبعني حملته على الأمر الذي يعرف، ومن لم يتبعني ففي الله خلف منه وعزاء عنه، ألا وإن لكل نفس يوم القيامة سائقا وشاهدا، سائق يسوقها على أمر الله، وشاهد يشهد عليها بعملها، فمن كان يريد الله بشيء فليسر، ومن كان إنما يريد الدنيا فقد خسر. ومن خطبه بعد تفاقم الفتنة خطبة على الروية لم تكن مرتجلة، قال فيها: آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون، يرونكم ما تحبون ويسترونكم عنكم ما تكرهون، يقولون لكم وتقولون، أمثال النعام يتبعون أول ناعق، أحب مواردهم إليهم البعيد، لا يشربون إلا نغصا، ولا يردون إلا عكرا، لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور. ألا فقد والله عييت علي ما أقررتم لأن ابن الخطاب بمثلي، ولكنه وطئكم برجلي وضربكم بيدي وقمعكم بلساني، فسلمتم أي سلمتم له على ما أحببتم وكرهتم، ولنت لكم وأوطأتكم كنفي، وكففت عنكم يدي ولساني، فاجترأتم علي، أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا وأحرى إن قلت هلم أتي إلي، ولقد أعددت لكم أقرانا وأفضلت عليكم فضولا، وكشرت لكم عنابي، وأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطلقا لم أنطق به، فكفوا عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم علي ولاتكم، فإني كففت عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم رضيتم مني بدون منطقي هذا، أفلا تفقدون من حقكم؟ والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبلي ولم تكونوا تختلفون عليه. يقول العقاد: وهذه الخطبة هي التي قام مروان بعدها يهوم بالكلام ويتكلم متوعدا فأسكته عثمان، وترى أنها قيلت على الروية لأنه خرج من داره وهو يعلم باجتماع الوفود وتحفزها، ولم يفاجأ منها بأمر لم يكن يعلمه وهو ينوي الخطابة فيها. هذه النماذج من كتبه وخطبه لا تورد في هذا المقال من ناحية البلاغة والبيان مستقلة عن مواضعها ودواعيها، ولكنها تورد قبل كل شيء لأنها مع ما تبديه من بيانه تبدي لنا أسلوب الخليفة الثالث
في علاقته برعاياه من خلال أسلوبه في الكتابة والخطابة، فقد كان أوائل كتبه أشبه الكلام بما نسميه اليوم الأسلوب الرسمي أو الأسلوب التشريعي والوثائق القانونية، تبليغ وتقرير بغير تنميق ولا محاولة تأثير. وهو كذلك أسلوب الخلافة التي تعلم أن التفاهم بينها وبين من تخاطبهم مفروغ منه، متفق عليه، مستغن عن الإقناع. ومن المسحة الشخصية التي يصطبغ بها الكلام إذا وقع الاختلاف في النظر بين السامع والمتكلم، ثم يستطرد الموقف بالخليفة إلى ما رأيناه في خطابه الأخير. وأول ما يبدو منه أن الراعي والرعية لا يثوبون إلى قسطاس واحد، وتلك بوادر الملك تظهر في مضامين القول كما ظهرت على ما نراه في الأعمال والنيات. أيها الأحباب الكرام، ما زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية من هذه القناة المباركة. لحظات أيها الأحباب ونعود لنقبل ما بدأناه من حديث، فكونوا معنا أيها السادة والسيدات. أحبابنا الكرام، أخذنا قسطا من الراحة لنشرب كوب ماء حتى ما نعود إليكم ونحن أكثر هدوءا، لأننا نقرأ من كتاب العقاد وعن الخليفة الثالث عثمان بن عفان الحيي القوي رضي الله عنه وأرضاه. نعود فنكمل ما بدأناه من حديث. تحت عنوان شؤونه أي الخليفة، يقول العقاد: مضى من إسلام عثمان إلى مبايعته بالخلافة 32 سنة، شهد فيها من الغير في تاريخ الجزيرة العربية وفي تاريخ العالم من حولها ما لم يعهده العالم قط قبل البعثة المحمدية، وشهد فيها عهد الدعوة النبوية وعهد الخلافة في أوجها على أيام الصديق ثم على أيام الفاروق. وجمعت المصاهرة بين حياته الخاصة وحياة النبي عليه السلام في بيته مع اتصاله به في الدعوة الكبرى من سنتها الأولى، فلم يفته شيء من أخبار النبوة الخاصة والعامة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يفته شيء بعدها من أخبار الخلافة في حياة الشيخين، ولم يفته بعبارة أخرى شيء مما نسميه اليوم بأعمال التأسيس في الدولة الإسلامية. تزوج الخليفة عثمان من السيدة رقية بنت النبي عليه السلام، وهاجر بها إلى الحبشة، فكان أول المهاجرين إليها، ثم هاجر بها إلى المدينة فمرضت هناك بالحصبة، وأذن النبي عليه السلام أن يتخلف عن وقعة بدر للعناية بها، فماتت يوم ورد البشير إلى المدينة بنصر المسلمين وهزيمة قريش في تلك الوقعة الحاسمة. وقيل إن عثمان كان قد أصيب بالجدري قبل الخروج إلى بدر، فحال مرضه ومرض زوجته دون الخروج إليها مع جلة الصحابة الكرام. وكانت غبطة عثمان بمصاهرة النبي عليه السلام عظيمة، وحزنه لانقطاع هذه الصلة أعظم، فلم يرى بعد ذلك إلا محزونا مهموما لفقد زوجته وانقطاع صلته بنبيه وأكرم الناس عليه. ورآه النبي على تلك الحال فسأله:
ما لي أراك مهموما؟ قال: فيما رواه سعيد ابن المسيب: وهل دخل علي أحد ما دخل علي يا رسول الله؟ ماتت ابنة رسول الله التي كانت عندي، وانقطع ظهري، وانقطع الصهر بيني وبينك. فطيب النبي خاطره، وزوجه أختها أم كلثوم، وبقيت معه إلى أن توفيت في السنة 9 للهجرة بعد بنائه بها ب6 سنوات. وأشهر الروايات على أنه سمي بذي النورين لأنه تزوج من رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أحد تزوج بنتي نبي غيره. ويقال إنه سمي بذلك لأن النبي عليه السلام قال: فيه نور أهل السماء ومصباح أهل الأرض. ويقال إنه كان يختم القرآن كل ليلة في صلاته، فالقرآن نور وقيام الليل نور. ومما خرجه الحافظ في سياق هذه الكنية أن إسماعيل بن علبا أتى يونس بن خباب ليسمع منه، فسأله يونس: من أين أنت؟ فقال: من أهل البصرة. قال يونس: أنت من أهل المدينة الذين يحبون عثمان بن عفان، وقد قتل ابنتي رسول الله. فقال يونس: ما فحواه؟ أتراه قتل واحدة فزوجه الثانية من أجل ذلك؟ وجواب إسماعيل مفحم، وقصته مع يونس بن خباب عبرة من الدعوة السياسية إذا لجت بالنفوس وغلبت على العقول. فما يسمى عثمان من أجله بذي النورين يجري على لسان صاحب الهوى في النقد والمعابة، فينعاه عليه وينعاه على البلد الذي يحبه، ويحسبه قتلا لبنتين من بنات النبي، ولا يدري بخلده جواب إسماعيل أن من قتل واحدة لا يعطى غيرها ليقتلها. ولا يرد على باله ما لم يغيب عن مثله من حديث ابن عباس، حيث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان مواسيا بعد موت رقية: والذي نفسي بيده لو أن عندي 100 بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من 100 شيء. وحقيق بهذه القصة أن نحضرها أخلادنا ونحن مقبلون على العلل والتعلات في الدعوة لعثمان والدعوة عليه. فإننا لو أردنا على علل كثيرة وتعلات أكثر منها تسبقها الرغبة في خلق المحاسن أو المآخذ، فلا تعيا مرة بخلق ما تريد. ومنذ اليوم الذي أسلم فيه عثمان لزم النبي حيث كان، ولم يفارقه إلا للهجرة بإذنه أو في مهمة من المهام التي يندب لها ولا يغني أحد فيها غناء. شأنه في هذه الملازمة شأن الخلفاء الراشدين جميعا، كأنما هي خاصة من خواصهم رشحهم لها ما رشحهم بعد ذلك للخلافة متعاقبين بغير حاجة إلى مفاضلة وترجيح. فمن الصحابة من كان يبرح المدينة أو مكة في عمل من أعماله، ومن كان يحضر الغزوات ويغيب عما عداها في مصالحه ومصالح أهله، ما عدا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد أصبح عملهم بعد إسلامهم مقترنا بعمل النبي
في مقامه وسفره، وقد يقترن به فيما عم أو خص من أمره صلوات الله عليه. وتلك وشيجة من وشائج الواقع غير مدبرة ولا مقدرة، تجمع بين النبوة والخلافة، كما ينبغي أن تجتمعا بحكم القرابة اللدنية بين المهتمين المتلازمتين أو المهمتين المتلازمتين. وترك عثمان تجارته الواسعة لمن يتولاها عنه من وكلائه وذوي قرباه، وجعل بيته بيتا لمال المسلمين قبل أن يكون للدولة الإسلامية بيت مال، فلم يتطلب عمل الرسالة مددا من زاد المسلم والسلم أو الحرب إلا نهض به عثمان وحده، أو كان أول ناهض به مع القادرين على بذل المال في هذا السبيل. شكى المهاجرون تغير الماء بالمدينة، ولم يجدوا فيه إلا بئرا واحدا يستسيغون ماءه، وكانت عند يهودي يغالي بثمنها، فاشترى منه نصفها، وغلبه دهاء لأنه قسم سقياها يوما له ويوما لصاحبها، وأباح السقيا منها بغير ثمن في يومه، فكان طلاب الماء يأخذون منه كفايتهم في ذلك. ونظر اليهودي فرأى أنه لا ينتفع من نصفه الباقي له بكثير أو قليل، فلما باعه بالقليل بعد المغالاة فيه وهبها عثمان لمن يستقي منها في جميع الأيام. ولما ندب النبي المسلمين لغزوة تبوك لم يكن عندهم من المال ما يقوم بنفقاتها لبعد شقتها واشتداد الغيظ في وقت الخروج إليها، فتكفل عثمان وحده بثلث نفقاتها، وتبرع للمجاهدين بالمطايا والأطعمة، وجاء ب1,000 دينار في كمه فنثرها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكرر ذلك غير مرة على ما جاء في جمهرة الأخبار. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، يقول العقاد: واشترى الخليفة عثمان بن عفان أرضا ليزيدها في بناء المسجد، بدل فيها 20,000 درهم أو 15,000، ولم يقصر عن معونة يستطيعها في عسرة أو مجاعة، مدعوا إلى ذلك أو ملبيا من نفسه داعية الندة والسماحة، فلم يضارعه في سخائه أحد من أقرانه، وكان بحق أسخى الأغنياء وأغنى الأسخياء. وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفارات التي يخشى خطرها، فلما كانت حملة الحديبية التي تأهب فيها النبي لدخول مكة دعا بعمر ليبعثه إلى رؤساء عشائرها، فقال عمر: إن قريشا تعرف عداوتي إياها وغلظتي عليها، وليس بين القوم أحد من بني عدي ينتصر لي، فلو بعثت يا رسول الله عثمان إليهم فهو بينهم أعز مني. وقد بعثه النبي فلم يسلم من سفاهة السفهاء، ولم يمنعهم أن يبطشوا به لولا أن تصدى لهم ابن عمه أيان ابن سعيد العاصي. وشاع يومئذ في معسكر المسلمين أن المشركين قتلوه، أي قتلوا عثمان، وكانوا قد احتسبوه 3 أيام يتشاورون في أمره. فلما دعا النبي جنده إلى بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة، وضع يده اليمنى على يده اليسرى وهو يقول: هذه بيعة عثمان،
اللهم هذه عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك. وسيأتي من أمر الدعوة على عثمان أنهم كانوا يحسبون عليه أنه لم يشهد بدرا ولم يشهد يوم البيعة، ولا لوم عليه في المرتين، ولا سيما التخلف عن بيعة الشجرة، إذ كان قد تخلف فيما هو أخطر وأعسر من حضور المبايعة كما حضرها سائر الصحابة. وهذه وما تقدمها من حديث يونس بن خباب بعض أفانين التهم التي تخلقها الفتنة ويعلم بطلانها القائل قبل المستمع إليها. ومن المهام التي اختصه بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب له الوحي عند نزوله، وكان عليه السلام يناديه متحببا ويقول له وهو يملي عليه: اكتب يا عثيم. واستخلفه على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع، وأرسله إلى اليمن مستطلعا حين كانت إمارتها إلى علي، وكاد أن يفرده بالعمل فيما نسميه اليوم أمانة السر أو الكتابة الخاصة، وهي أمانة يطلع بها من يوثق بصدقه وكياسته ولطف أدائه لما يؤتمن عليه من رسالة أو سفارة. لا جرم يروي عنه أبو عبيد الله الجبيري في رواية راجحة أنه كان موضع سر النبي في مرضه عليه السلام. وفي الرواية أي هذه ينقل عن السيدة حفصة أنها حادثت السيدة عائشة تذكرها بما كان من هذه المسار، فقالت: إني كنت أنا وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه فقلت لك: أتربينه قد قبض، فقلت: لا أدري، ثم أفاق فقال: افتحوا له الباب، فقلت لك: أبوك أو أبي، فقلت: لا أدري، ففتحنا فإذا عثمان، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنه، فأكب عليه فساره بشيء لا أدري أنا وأنت ما هو، ثم رفع رأسه فقال: أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. قال: أدنه، فأكب عليه أخرى مثلها فساره بشيء ما ندري ما هو، ثم فرفع رأسه فقال: أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. سمعته أذناي ووعاه قلبي، ثم أمره فانصرف. كان بين الصحابة منزلة من منازل الفقر يعتدون بها ويتعارفون عليها، وهي منزلة الرضا من رسول الله إلى يوم وفاته. وكان من الكلمات الجارية على الألسنة في معرض الثناء أن يقال عن الرجل أنه ممن توفي رسول الله وهو راض عنهم. فهذه المنزلة كانت من مفاخر عثمان التي يذكرها ويذكرها له من يحمده، وكان في الطليعة ممن تحسب لهم هذه المفخرة بين الصحابة رضي الله عنهم. وإنما كان شانئوه يتحدثون بتخلفه عن وقعة بدر وعن بيعة الرضوان لينزلوا به شيئا من منزلته تلك التي ليس عليها خلاف. وصارت الخلافة إلى الصديق، وهو الذي أسلم عثمان على يديه، وطالت الصحبة بينهما من قبل الإسلام، وألفت بينهما مشابه كثيرة في الطباع والأخلاق. وكان أبو بكر يعتقد في عثمان الحزم، كما قال له:
يوم فاتحه في أمر إسلامي، وليست هي من كلمات المجاملة في مقام الترغيب والارتفاع. فقد كان أبو بكر بالرجل الذي يرسل الكلمات جزافا، ولا بالمتكلم الذي يعيبه أن يجامل أحدا بالصدق الذي يرضيه. ولم يكن مستغربا بعد طول الصحبة أن يكون عثمان أقرب المقربين إلى الخليفة الجديد في أعمال سياسته وأواصر مودته. ولكننا هنا أمام عهد نادر من عهود الإنسانية، تتقدم فيه النظرة إلى الدعوة القائمة على كل نظرة إلى ما عداها. وقد يحب الإنسان من يحب لأنه أقرب إلى اعتقادي في نصرة الدعوة والأمانة لها والقدرة على خدمتها. وإن هذه الظاهرة العميقة الأغوار لمن أقوى ظواهر العهد وأحقها من المؤرخ بالانتباه إليها. وقد سبقت الإشارة إلى فعلها اللدني في الجمع بين النبوة والخلافة، وتخصيص الخلفاء الراشدين على غير تدبير ولا تقدير بملازمة النبي في مقامه وسفره، وغيابه حين يغيبون بإذنه، وفي رسالة من رسائل الدعوة النبوية. ثم ها هي تتكرر في التقريب بين الخليفة الأول وبين أوفق الصحابة لمعونته وملازمته والاطلاع على مقاصده ونياته. فلم يكن بين أبي بكر وعمر من الصحبة قبل الإسلام ولا من المشابه في الخلق يخص أو بعض ما كان بين أبي بكر وعثمان، ولكن أبا بكر وعمر كانا أوفق اثنين من الصحابة للعمل معا في مهام الخلافة الأولى، فتلازما وتشاورا وتقارب بينهما في الدعوة ما تباعد في الخلق والخليقة، حتى كان من يريد الوقيعة يسأل أبا بكر متجاهلا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فيقول رضي الله عنه: هو لو كان شاء. ويحق لنا أن نقول، يقول العقاد: إن الأمر لم يكن باختيار أبي بكر ولا باختيار عمر، ولكنه كان باختيار المصلحة العليا التي غلبت على كل مصلحة في ذلك العهد النادر، وإنها لمن وحي الله. في أيام أبي بكر لم يكن أحد بعد عمر أقرب إليه من عثمان، وكتب أبو بكر عهده الأخير وهو على سرير الموت، وعثمان إلى جواره يملي عليه. فلما أفاق سأله: من كتبت؟ قال: عمر كتبها وهو يعلم أنه لا يعدو بها نية الخليفة المحتضر، فإن أفاق أتم عهده كما أراد، وإن ذهب في تلك الغشية بطلت اللجاجة فيما أراد، وانسد باب الفتنة والخلاف. قال أبو بكر وهو على سرير الموت مستريح إلى وفاء صاحبه، مطمئن إلى أمانة كاتبه: بارك الله فيك بأبي أنت وأمي، لو كتبت نفسك كنت لها أهلا. وهذا هو أسلوب الصديق فيما يرتضيه لمجاملته وصدقه: كلمة حق توافق السامع ولا تخالف الحقيقة في ضمير القائل. ومما لا شك فيه أن أبا بكر كان يرى في عثمان أهلا للخلافة، وإن رأى أن عمرا أحق بها منه. ثم صارت الخلافة إلى عمر، ولم يكن عنده قريب أو بعيد غير من يقربه عمله أو يبعده عمل، ولم تكن للناس عنده أقدار غير أقدارهم عند الله وعند رسول الله، وكان يستمع إلى كل ويعتمد على كل،
ويستبقي كبار الصحابة جميعا عنده ليستعين برأيهم ويجنبهم غواية الدنيا إذا انطلقوا إليها، كما قال: إنه كان يخشى عليهم من الدنيا ويخشى على الدنيا منهم، فبقي منهم من بقي على رضا وموافقة، وبقي الكثيرون منهم على تبرم وملل، فلم يرسل أحدا منهم إلى البلاد في البلاد إلا من أرسله في ولاية أو جهاد، ولم يكن يطيل الولاية لأحد منهم وإن أحسن وأفضل، مخافة على الناس أن يفتنوا بإحسانه وإفضاله، إن لم يخف عليهم أي يفتنه الناس. وكان عثمان ممن بقي معه ولازمه غير مكره ولا راغب في الرحلة كما رغب فيها الذين لم يرتحلوا ارتحاله قبل الإسلام، ولم يشتغلوا بالدين اشتغاله بعد الإسلام، فركن إليه عمر في طلب المشورة، وعمل بمشورته في إحصاء الناس والأعطية، وفي بدء السنة بشهر المحرم، وعمل بها في خطته الكبرى، وهي خطة العزل بين الإمامة والقيادة إلى ميادين القتال، فإن إصابة الإمام قد تطمع العدو، وقد تيئس الصديق، وليست كذلك إصابة القائد الذي من ورائه إمام يوليه ويولي أنداده وأمثاله من بعده، وهي نصيحة من عثمان لعمر ما أدلها على سرائر المؤمنين في ذلك العهد الأمين، بنصح الناصح ولا يبتغي بنصيحته غير وجه الله، ويتقبلها السامع وهو لا يبتغي بقبولها غير وجه الله. أيها الأحباب الكرام، سأتوقف هنا، وكل أمل وسعادة أن تكون قد استفدتم كما أفدت نفسي من هذه الصفحات العطرات، سيرة من سيرة أمير المؤمنين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إن القراءة في مثل هذه الأشياء عزيزي المستمع والمشاهد الكريم مفيدة وعليها أجر، وعليها كذلك كثير من الأشياء التي يمكن أن نصحح بها اعوجاج الفكر والرأي واعوجاج النطق والحديث كذلك. سآتي إن شاء الله بحوله تعالى لنأخذ رشفة أخرى من تلك السيرة العطرة، أمير المؤمنين الخليفة القوي الحيي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيدا. نلتقيكم إن شاء الله بحوله تعالى في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج. تحياتي لكم عبر هذه القناة الدعوية المباركة، قناة سلام. تحياتي محدثكم أحمد شريف، معد البرنامج ومقدمه، مع فريق العمل الذي يسهر ويعمل على إخراجها لكم بهذا الشكل الذي يليق بمقاماتكم السامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.